حاسس ان نفس النسب دي هتحصل بس بالمشقلب بقى. يا باشا الاصطناعي ماشي بمبدا طول ما هي شغاله ما نلعبش فيها. حط في المركز الاول اسبانيا 31%، انجلترا الثاني 27، وفرنسا 25 الثالث، وهولندا الاخير ب 17%. هنتكلم بس في المنتخبين اللي فوق ليه حاطين فرنسا اكتر من هولندا، مع ان فرنسا اصلا لسه ما جاتش البطوله وهولندا عامله اداء جامد جدا. حاجه بقى خدها مني ثقه، مش الاي حاطط في المركز الاول اسبانيا والثاني انجلترا ان هما الاثنين هيتاهلوا للنهائي. بقول لك بقى طالما الذكاء حاططهم هما الاثنين يبقى الاثنين مش هيتاهلوا. هو دايما كده لما بيثق في حاجه قوي ما بتحصل. حاسس ان نفس النسب دي هتحصل بس بالمشقلب بقى. يا باشا الاصطناعي ماشي بمبدا طول ما هي شغاله ما نلعبش فيها. حط في المركز الاول اسبانيا 31%، انجلترا الثاني 27، وفرنسا 25 الثالث، وهولندا الاخير ب 17%. هنتكلم بس في المنتخبين اللي فوق ليه حاطين فرنسا اكتر من هولندا، مع ان فرنسا اصلا لسه ما جاتش البطوله وهولندا عامله اداء جامد جدا. حاجه بقى خدها مني ثقه، مش الاي حاطط في المركز الاول اسبانيا والثاني انجلترا ان هما الاثنين هيتاهلوا للنهائي. بقول لك بقى طالما الذكاء حاططهم هما الاثنين يبقى الاثنين مش هيتاهلوا. هو دايما كده لما بيثق في حاجه قوي ما بتحصل.